عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده في الحر ده اللي احنا فيه قلت اعمل حاجه سريعه. دورت كده في التلاجة، طلعت نص كيلو لحمه مفرومه، وعندي بصلايه وعندي بطاطايه وعندي هنا جزر مفرزاه. هنبدا ان احنا ان شاء الله نعمل اكلتنا سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا وبسرعه وتنجز معاكي في الحر اللي احنا فيه. طبعا هجيب كبتي حبيبتي ديت اللي هي قلت لكم عليها قبل كده وعملت ريفيو. سوباني دي جميله جدا يا بنات، ولو حد جابها ما يقلقش لو فصلت منه، لا هي لما بتسخن بتفصل، عشان يعني بتقولك انا كده تعبت، فتستني شويه تريحيها وبعدين تشتغلي بيها تاني. همسك بقى ان شاء الله البصلايه بتاعتي دي هقطعها وانضفها والبطاطايه وهيقول لكم هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين بقى جبت الكبه بتاعتي هنا، قطعت بصلايه كده اهوت، هحطها كده في قلب الكبه. وعندي هنا الجزر المبشور برضو هفتته كده واحطه في الكبه. عندي البهارات بتاعتي زي ما احنا شايفين، بهارات لحمه، فلفل اسود، ملح، بابريكا. هنحط الحاجات دي كلها كده ونضربها ضربه، ونحط برضو جزء من اللحمه معاها عشان ما تبقاش تقيله على الكبه. وبعد كده نحط الجزء التاني، ادي كده مثلا نحط جزء كده شويه، تلف لفتين، وبعد كده نقوم حاطين الجزء التاني معانا. شايفين اهو انا طحنتها كده، نعمتها شويه بالجزر بالتوابل بالبهارات. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ شلت السكينه منها. عندي هنا بطاطايه بشرتها، اصفي منها الميه خالص عشان انا مش عايزه الكفته بتاعتي تفك، او الهمبرجر او ايا كان هتعمليه. انا هعمل لكم وصفه جميله قوي بالموضوع دوت، خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي، اصفي الميه قوي كده، ميه البطاطس دي اهو، واحطها كده. انت بتزودي القيمه الغذائيه وبتزودي الكميه. ممكن تعمليها بقى لاولادك سندوتشات في المدرسه، في النادي، في الرحلات، ناكلها كده خفيفه في الحر، علشان طبعا احنا عارفين الحر بيحب الحاجات الخفيفه. تنفع سندوتشات في المصايف، على البحر، زي ما انت عايز، يعني اكله بسيطه وخفيفه. شايفين يا حبايبي اهو انا خدت كده صفيت الميه. على فكره الميه دي ممكن انت تعملي بيها ماسك على وشك، بتبقى جميله جدا ونتيجته هايله. همسك بقى الحاجه كلها كده في قلب بعضها، الخليط كله اخليه يتجانس في قلب بعضه، ادعكه جامد كده اهو. شايفين يا حبايب قلبي؟ اجينيها كده شويه بتاع 3 دقايق ولا 5 دقايق، وبعدين هنحطها في التلاجة تستريح شويه، بعدين هنيجي نشكلها. انا بقى مش عايزه احط لها كمان دلوقتي شويه خضره اهو، مش عايزه احطها فلفل الوان برضو عشان ما تفكش بقى منك، عشان الفلفل الالوان برضو قيمته الغذائيه عاليه، بس فيه ميه. بصوا تفضلي كده تدعكي فيها لحد لما تطلع خيوط. شايفين زي الخيوط البيض الرفيعه دي اهي اللي بين النسيج كده يا حبايبي اهو. واحطها في طبق في التلاجة تستريح شويه، او حتى لو عايزه تحطيها في الكبه زي ما هي عادي يعني، عشان ما نوسخش مواعين كتير. بس المهم في الدعك، المهم ان انت تدعكيها كويس قوي. شايفين يا حبايب قلبي؟ تعملي بقى جنبها شويه بطاطس، شويه مكرونه محمره، شويه مكرونه بقوطه لو عايزين، شويه رز بسمتي تاكلوها كده، اي حاجه. شايفين النص كيلو؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا بارك فيه. وهنشوف دلوقتي اهو يا حبايبي، هسيبها بقى كده ترتاح شويه وبعدين نرجع عشان نبقى نشكلها. شايفين بقى الخليط بقى كله متجانس. احط بقى شويه الخضره كمان واسيبها تستريح شويه. زي ما احنا شايفين اديني رجعت لكم تاني بعد ما حطيت الخضره وريحتها شويه في التلاجة. بصي بقى، وانت بقى بتيجي تصبعيها او بتيجي تشكليها، لو لقيتيها طريه حطي لها شويه دقيق، لقيتيها كويسه خلاص. انا هعمل لكم دلوقتي شكلين كده تفرحي بيهم الولاد وتعرفيهم يعني يحبوا الاكل، زي ان هم يحبوا ياكلوا الاكل بتاعنا واللحمه والحاجات دي. بصوا يا حبايبي، انا جبت هنا بتاع الهمبرجر، حطيت كده فيه كيس بلاستيك، هعوزه كده شويه زيت صغيرين، وهاخد كده حته من قطعه من الهمبرجر بتاعتي. شايفين اهو كده اهو، كوريها كده وحطيها، وابداي ان انت اضغطي عليها في قلب القالب بتاعك زي ما انت بقى عايزاها رقيقه، عايزاها تخينه، براحتك. ان انت اللي انت عايزاه اعملي، دي في ايديكي. يعني لو انت عايزه الهمبرجرايه مليانه كده وكبيره اعمليها، عايزاها رقيقه اعمليها رقيقه.
هنبدأ بقى ان احنا نشكل كده الهمبرجر بتاعنا. ده همبرجر بقى غني بالفيتامينات وجميل جدا. وهنا لما الطفل بس ياكل واحدة من دي في المدرسة يعني كفاية، تبقى ما شاء الله عليه. بصي انت ممكن تعمليها كده اهوت، وتقومي مقطعاها بعد كده صوابع وتحطيها في الفينو، او لو جايبة كايزر هتسيبيها زي ما هي كده. شايفين يا حبايب قلبي اهو. ما عندكيش مكبس في البرجر، اعملي بغطا علبه، اعملي بغطا برطمان بالمقاس اللي انت عايزاه. هنبدا ان احنا نضغط عليها كده عشان تتشكل. شايفين يا حبايبي اهو. واخرجها من الكيس. لو انت حابه تفرزيها كده هتفرزيها، تحطيها كده في الفريزر، في علبه، في طبق، في اي حاجه، لحد ما تيجي ايه تعمليها. تحطيها كده وتعملي ايه وتعملي غيرها. هعمل لك كميه وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا كده عملت هنا 4 همبرجر كبيره. بسم الله ما شاء الله. يعني حلوه تكفي كايزر كبير، وكمان تكفي قولوا معايا ان انت تقطعيها شرايح كده في سندوتش الفينو. شايفين جمالها اهو. انت بقى تبقى عايزه تفرزيها بالشكل ده كده، وعايزه تعمليها دلوقتي تسويها طبعا بالخضره بكل حاجه فيها، شكلها جميل. هنيجي بقى نعمل الفكره الثانيه. ايه هي الفكره الثانيه؟ تعالوا اقول لكم الفكره الثانيه اللي عندي. بصوا يا حبايب قلبي، دي قوالب الكب كيك. طبعا كلنا عارفين قوالب الكب كيك وعارفين بنستخدمها في ايه. النهارده بقى انا هضحك على الولاد وهعمل لهم كب كيك بس بايه؟ بلحمه مفرومه. انا هنا دهنتهم كلهم زيت. هبدا كده اكور عجينه صغيره، كوره صغننه كده عشان يفرح بالشكل بتاعها. ممكن انت بقى الاشكال تعملي زي ما انت عايزه، ممكن تعملي شكل عصفوره، ورده، الاشكال طبعا الكب كيك ايه مختلفه ومتنوعه. هتحطي كده اهو، تقومي حطاها في الكب كيك كده، بس تكوني دهنها زيت عشان تقدر تطلع منك بسهوله، تطلع منك ايه بسهوله اهي. شايفين ده في افكار كمان لللانش بوكس كتير قوي ان شاء الله هعملها لكم. هنيجي هنا كده ونحط على وشها شويه جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر اللي عندك. شايفين يا حبايبي اهو. انا برضو هحط في كل القوالب عشان ما اضيعش وقتكم في الفيديو وارجع لكم بقى يا حبايب قلبي. انا كده خلاص عملتهم، طلعوا 6 عشان انا كنت قايله لكم 4، طلعوا هم 6 هم. زي ما بقول لك، لو عايزه تفرزيها، عايزه تشيليها، هتعمليها للغدا، يعني الستة دول ينفعوا غدا. هنا بقى كمان اللي حبه الزيت اللي انا كنت بعوز بيهم مش هرميهم، احنا هنحمر بيهم وهوريكم، لاني طبعا احنا مش عايزين نهدر في اي حاجه. هنا عندي الكب كيك حطيت عليه الجبنه الموتزاريلا. هحط بقى كده اهوت في قلب الفرنه علشان يستووا، وارجع اوريكم الجمال بقى بتاع الكب كيك بتاع اللحمه المفرومه دوت. هدخله الفرنه، وده هشمعه شويه في التلاجة وهحمره، ونيجي نشوف مع بعضينا. وعندنا بقى الجبنه الموتزاريلا او جبنه شيدر، لو عايزه تزوقي، مش عايزه ومش عندك بلاش. يلا بينا نحط دي في الفرنه ونستنى شويه ونحمر التانية. هنجيب بقى طاسه زي ما احنا شايفين كده، وهنحط الزيت اللي انا قلت لكم كنت بس بعوز بيه البتاع. مش هحط زيت كتير يعني كده، عشان ايه انا عايزاها صحيه كده، ما تكونش مليانه زيت. بالفرشه كده هدعك كده على الطاسه. هبدا احط الطاسه على النار، اولع البوتاجاز احنا شايفين. هنبدا بقى ناخد واحده من هنا. انا هبدا من تحت اللي هي اول واحده انا كنت عملتها عشان هتكون استريحت اكتر. الطاسه بس تسخن معايا، وابدا ان انا ايه احمر الهمبرجر بتاعتي. شايفين يا حبايبي اهو. وما تقلبيش فيها خالص الا لما تحسي انها بدات تستوي. شايفين يا حبايبي اهو. هنوطي النار شويه عشان برضو ايه تستوي معانا براحتها، ولا تقلبي فيها ولا تيجي جنبيها خالص. لما تحسي ان هي بدات تاخد لون هنقلبها على الناحيه التانيه. اللي معايا اعرف ان هي ايه ابتدت تستوي، بعمل كده واقلبها على الناحيه التانيه برضو عشان اضمن ما تلسعش ولا اي حاجه. شايفين يا حبايبي اهو. احطها تاني تاخد الوش التاني اهو بكل سهوله، عشان ولا تفك مني ولا اكسرها ولا اقطعها ولا اي حاجه، تفضل متماسكه كده اهوت. شايفين بقى كانها مشويه بالظبط. انا مش مكتره فيها الزيت. هطلعها طبعا كلهم واسويهم على ما ايه، على ما اللي عندي في الفرنه تستوي. حبايبي ادي الاكله بتاعتنا. بصوا جميله ازاي وتفتح النفس وشهيه. الهمبرجر بقى ما يبقاش همبرجر، هو قرص لحمه بالبطاطس بالجزر، تقدري تسميه قرص بالخضار. ريحته جميله، طعمه جميل. وهقدم لكم دلوقتي هوريكم واحده ان شاء الله كده من اللي طلعتهم من الكب كيك. الكب كيك طلع جميل جدا. شايفين يا حبايب قلبي اهو. شايفين الحلاوه، الجبنه الموتزاريلا عليه. هنجيب دلوقتي شوكه ونوريكم.
ادي يا حبايبي اللي انا حطيته في الكب كيك وحطيت عليه الجبنه الموتزاريلا، استوت في الفرن وبقت جميله. شايفين يا حبايب قلبي اللحمه والجبنه بتمط بقى كده حاجه كده جميله، والبطاطس كله مستوي وريحتها تحفه. وبالهنا والشفاء لكل اللي هياكل. بالنسبه لي، وعايزين بقى تحطوا كاتشب، عايزين تحطوا مايونيز، اللي انتوا عايزه حطيه مع طبق اليوم النهارده الجميل ده، اللي ينفع سندوتشات وينفع في كل وقت. ينفع في كل وقت زي ما احنا بنقول ان شاء الله في السندوتشات المدارس وفي الاكلات وكده اهو. شايفين يا حبايب قلبي اهو. يا رب بقى الفيديو النهارده كده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، وتكتبوا لي تعليق حلو كده منكم، وتجربوا الاكله وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وتبعتوا لي تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.